سلام، كيفكن؟ فيديو اليوم رح يكون ماني حابة أحكي برسمية صراحة، حابة نكون هيك أخدين وش على بعض، فرح أخدكن معي هيك فتلة، يعني بس هيك حصور لكم كتير لقطات بهذا الفيديو. الصراحة ما بعرف شو رح يكون عنوانه، بس بتوقع إنه هيك جولة. خلص أخدكم فتلة معي، بتكون أحلى من هيك. خطة اليوم هي كالتالي: في عنا كتير مهمات صراحة، ماني عارفة من وين بدي بلش. رح نروح، بدي أجيب كانفا لوحة لحتى أرسم فيها. ليه؟ لأنه بكرة حيكون عيد ميلاد صديقة العائلة المشتركة، وحابة تكون الرسمة كتير حلوة، فرح أخذكم هيك تفاصيل كتير حلوة، هيك إنه حياة رسامة. حبيت العنوان، رح يكون العنوان جولة بحياة رسامة. الله، حبيت. بس قبل لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعلقوا تعليق حلو مثلكم، وقولوا لي إذا أنتم كمان رسامين أو لا. This is the final look. إيش الجمال ده؟ إيش الجمال ده؟ مو عذر إنك إذا كنتي محجبة ما فيك تكوني أنيقة، فيك تكوني أنيقة. على فكرة أنا غيرت الأوتفيت، كنت لابسة جاكيت جوخ، بس شاء القدر يعني إنه أختي استعارته مني فاضطريت إني أعطيها إياه. شايفين الأخت الجميلة؟ حاسة حالي كتير كشخة. ما هو لبس كتير عادي. شو لابسة؟ Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi لقد حصلنا على الأغراض. هلأ بيها كانت إني أشتري يعني لوحة، بس ما بعرف ليش يعني قررت أشتري أشياء تانية. تعالوا أورجيكم هاي اللوحة. لحديت هلأ ما فكرت بالضبط شو اللي بدي أرسم لها إياه، ولكن أنا حابة شي يعبر عنها ويعبر عن شعوري بنفس الوقت تجاهها. يعني أنا بدي شعوري يطلع بالرسمة يكون بيعبر عنها من ناحيتي، يعني كيف أنا بشوفها. هاي أحلى شي بالحياة. أنا ماني بنت طبيعية، أنا رسامة. شوفوا شايفين شو حلوة بتتعبى مي. واشتريت قلم ذهبي وقلم فضي. بس this is شو This is المشوار الحلو. this is المشوار الحلو. خلينا نشوف شو حيصير. إذا أنتم مفكرين إنه أنا هلأ عم بلش تصوير، بحب لكم لا، إحنا باليوم الثاني. أنا حاليا عم بشتغل على هذا التصميم الجميل. صراحة أنا مبارح كتير تعبت، فقلت خلاص يا بنت أجلي الشغل لبعدين، ودخيلك يعني ما حتخرب الدنيا لو تأجل الفيديو لتاني يوم. هاي الترايبود وكتير عم بتعذب فيه صراحة. بدي واحد يكون هيك صغير ينحط يعني قدام الرسمة. إن شاء الله مستقبلا بجيب، بس خلص هلا هاد ماشي حاله. هذا الليد اللي أنا بستخدمه كإضاءة خفيفة، وهاي بستخدمها أوقات لحتى تعطي لون جميل للتصوير. وهاي علبة الألوان اللي اشتريتها، صراحة التلوين فيها كتير حلو وكتير سهل، يعني ما بتتعب، بتعطيكم هيك أشياء سهلة. وبس. وهذا هو شعار البراند تبعي اللي حيكون عندي مستقبلا. حابة أورجيكم شغلة. هذا الفستان المفروض إنه يطلع معي بقماش يا مشكوك يا أما ترتر، ما بعرف إذا شايفين التفاصيل. أنا عم هلأ بدي نقطه لسه ما خلصت، لحتى يطلع معنا يا أما الترتر هاد، يا أما هاد، يا أما المشكوك. هلا أكيد مش شيفون المشكوك، يعني هو بيجي هيك. والله أنا محتارة بين هدول الثلاثة، حاسة كتير حلوين، لأنه هذا القماش هيك بتحسوه بيعطي لمعة وهيك إضاءة وألوان، وببين إنه خلاص تخلي العيون عليكي، وبحس كتير حيطلع حلو على قمر، فرح استخدمه. أنا حاليا باليوم الثالث، بس كتير مرضانة فماني قادرة إني أصور. بتوقع بعد شوي بعد العشاء رح أقوم لحتى أخطط للكوليكشن أو التصميم الجديد تبع التصوير، أو أرسم للوحة. وإذا ما قدرت حكنسل الخطط ونام حتى بدون ما آكل، فالله أعلم. أنا حاليا غليت قرفة
بالزنجبيل، زنجبيل والقرفة والكبش قرنفل. هذا مشروبي المفضل آخر فترة صراحة، كنت مدمنة على المليسة بعدين خلاص انتقلنا لهذا المشروب. هاي الدفتر رح خطط للكولكشن الجديد، نختار شخصية واكتب هون تفاصيل والمعلومات اللي لازم تكون بالتصميم، وشكلي ما رح ارسم لانه عن جد كتير تعبانة. وهلأ خلص التخطيط، صار فينا نحط تخطيط للتصميم صح. في عندي كتير اشياء كان لازم اعملها ما عملتها. وبس هلأ رح نروح نام ونشوف بكرة روتين اليوم الرابع شو رح يصير. احنا حاليا باليوم الرابع، وأنا بدي روح أحضر محاضرة عن التسويق الإلكتروني. ليه؟ لأنه عم بشتغل حاليا على تسويق براند أختي، فبدي أخذ شوية معلومات عن التسويق، كيف بقدر إني سوق بطريقة حلوة واستخدم الذكاء الاصطناعي بهذا المجال. وبس حبيت أخبركم هيك يعني مشان أعطيكم شو صار اليوم بحياتي. مضت ساعات طويلة أنا وعم بدرس. في شي كتير حلو عرفته عن الماركتينج اللي هو التسويق، إنه الاستراتيجية التي تستخدمها لفئتك المستهدفة لتجعلها تعرفك أولاً، تعجب بك ثانياً، وتثق بك بما يكفي لتصبح عميل لديك. يعني بده يكون في الناس تعرفك وتنعجب، تعرفك بعدين تنعجب بالشي اللي عندك أو فيك أنت شخصياً، بعدين بعد ما تنعجب فيك توثق فيك وتصير من عميل لزبون. ففي فرق بين الزبون وبين العميل. وأنا كنت فكرة الزبون هو نفسه العميل، طلع لا، في فرق. الزبون هو اللي حيجي لعندك، بينما العميل هو اللي لسه ما بيعرفك أصلاً. ونحن تركيزنا على العميل مو على الزبون، لأنه هاد بيصير زبون. يس، إنه التسويق. أنا حالياً عم رتب تصاميم سنة 25، حطهم كلياتهم بفايل، وفي من ضمنها اللي أنا صممتهم معكم. فهيك قاعدة عم بتطلع، شوفوا عم بتطلع قديش عن جد الواحد ما بيقدر يلاحظ إنه هو عم يتطور وعم يكبر، لأنه ما بيضل بيشوف أعماله. فينا نقول إنه كل الرسومات اللي إلها علاقة بال2025 حطيت بفايل. أنا شكلي كتير تحمست. هاي سنة 23 وقت بلشت محتشمة. بعدين بلشت شوي شلحون. يا الله كيف بلشت. آخ. بس وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا هيك انبسطتوا معي بهذا الفلوج، ومستقبلا حيصير في كتير فلوجات. اليوم أنا قاعدة عم صور لكم حياتي قبل ما أصبح مصممة، لأنه لما أصبح مصممة حكون كتير مشغولة، فأنتم ما حتقدروا تعرفوا شي عن حياتي. فمشوا حالكم بهالكم فيديو اللي عم بعطيكم يعني هيك شوي نقوي علاقتنا مع بعض، نوصل للحلم مع بعض. أنا متأكدة مستقبلا لما أصير أتعامل مع مشاهير حصير صور كل تصميم. فهمتوا الفكرة؟ بصير بشارككم كل تصميم، وبس سلم التصميم للمشهور طبعا إذا هو رضي إني أنا أعرض التصميم. يعني بعد ما سلموا التصميم بنشر الفيديو. عرفتوا كيف؟ مشان ما يسرقوا أفكاري. وإن شاء الله هيك مستقبلا رح تكون حياتنا كتير حلوة مع بعض. إذا أول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة لحتى تصيروا تشوفوني كتير وطلع عليكم بجمالي، جميلة الجميلات، لابقت لي الكحلة، هسه حالي ملابقت لي. يلا معلم ما بأثر، منجرب يعني، هي الحياة تجارب. بس والله ما عندي شي أحكي. إلى اللقاء يا أصدقاء.